رمضان كريم على مشاركينا متابعينا من مغاربة وجزائريين داخل الأوطان وخارج الأوطان. شوفوا اسماء وبارطاجي مع الأحباب ومع أصحاب الثنائية الجميلة ما بين المغاربة والجزائريين. فنان مغربي نعم مخرج واعتذر الجزائريين، قال أنا فنان وعاشق ومحب للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أو كما يحلو لأبناء الجزائر تسمية عمي تبون حتى بن سديرة دخل على الخط. هذا معروف، هذا فنان جميل نعم تقلد الرئيس الجزائري تقلده نعم، ولكن هو شخص يعني ما تيسيئش الجزائر بشي كلام، ولا هو فنان عزيز عليه عمي تبون بخرجاته الجميلة. نعم هذا الرئيس اللي عنده أنصاره في الجزائر، كاين اللي تيحبه وكاين اللي ما تيحبوش وكاين اللي تينتقدوا من أبناء الجزائر في الخارج. نشوفوه بعد نشوفوه كلامك نديرو على جهه وصاني شاد حجره في يدي دخل لها الصفرة تجيني بكلام الحلو. معليش كلامك نديرو على جهه وصاني شاد حجره في يدي دخل لها الصفرة. إنسان جميل خوتي الجزائريين. هذا ماشي بحال بعض المؤثرين المغاربة اللي يتهجموا على الجزائر والجزائريين. هذا فنان دائما يجسد شخصية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإيجابياتها نعم وبسلبياتها. هذه الخرجة اللي كل رآها خرجة ديال اللقاء مع كبارات المسؤولين الجزائريين، قالها بالحرف عمي تبون. ما عرفناش الرسالة لمن واش للداخل أو الخارج. قال الرئيس الجزائري عمي تبون الكلام الحلو نعم نسمعه منك، هو اللي يني راه الحجرة في يدي تخرج على الصف جات فيك الحجرة. يمكن أنا تحليلي نعم البسيط بأنها موجهة للداخل ماشي للخارج. خرجات عمي تبون للخارج خرجات أخرى نعم ماشي بحال هذه الخرجة، هذه للداخل ماشي للخارج. نعم بعث برسائل نعم لا إلينا نحن كمغاربة، قال لنا عمي تبون عادل واحد المثال عندنا شعبي علام عمي تبون رئيس جميل والله انتم والله جميل انسان طيب كما قال لي بدو الزكي فاش سلموا الميداليه ديال كاس الجمهوريه، لان بدو الزكي كان تيدرب شباب بالوزداد وفاز بكاس الجمهوريه. وفي تصريح له بدو الزكي قال بان هذا الرجل انذاك كان رئيسا للحكومه، قال بان هذا الرجل رجل طيب. حتى ولد حاجه قال ان عمي تبون رجل طيب. هذا عندنا واحد المثال شعبي في المغرب. اش نقول لك؟ اللي شتا ديالي واللي ما شتاش عندي فيها النص. والله انا ديما تنعاود هذا الفيديو والله العظيم قال لك المغاربه بعثتي لك اللي شافوها ديالهم واللي ما شافوهاش عندهم فيها النص. هذه فيها رساله نعم، لان كان واحد الحديث على القفطان واش جزائري او مغربي كسكسي كذا ودخل على الخط قال لك المغاربه اللي شافوها راه ديالهم واللي ما شافوهاش راه عندهم فيها النص. يعني هو انسان شعبي والشعبيه ديال الرئيس الجزائري تغلب عليه. لا جميل يعني حتى اللي الرسائل ديالو كاين الكثيرين من ابناء الجزائر خويا عادل اللي انا بكل صراحه انا كمغربي والله ما حاقد عليه بكل صراحه، لان الكل غادي يمشي عند الله عز وجل. ولا دابا هذا الشيء علاش غادي نسيء للرئيس الجزائري وعند ربي يوقف عليا. كاين بعض الناس اللي تيسيئوا ليه وتيسيئوا الى شوف تاريخ هما شوف التاريخ
انا ما نحبش نتكلم على التاريخ، ولكن كان بعض الجزائريين يترجعوا حرب الرمال 1963 وكلكم هجمتوا علينا. يعني هاد الناس كاملين اللي دازوا في مرحله حرب الرمال هما عند الله عز وجل كلهم ماتوا صافي كلهم، لا ما بقاوش يعني الناس اللي كانوا زعامه والناس اللي جينيرو يعني والرؤساء يعني كلهم عند الله عز وجل، الحين عند الله عز وجل. يعني من الخمسينات قليل اللي باقي، كل واحد حسابه عند الله، وحنا غندوزو فيها واحد المده تاعنا وغادي نمشيو عند الله، وحنا بغينا نمشيو عند الله مخففين. انا ما يمكنش لي نتكلم على شيء من التاريخ لان ما حضرش لنا التاريخ، الكل يتحدث انه يمتلك الحقيقه. حنا ولاد اليوم جيل السبعينات والثمانينات، نعم كبرنا في الصراع المغربي الجزائري، ولكن حنا بغينا القلوب تصفى. يعني كانوا اخطاء من هنا ومن هناك، ولكن حنا ولاد اليوم خاص القلوب تصفى. ونقول لعمي تبون الرئيس الجزائري رمضان كريم، وهذا راه فكاهي فنان تحبوه كثيرين الجزائريين داخلين عنده تحبوه الطريقه العفويه ديالو اللي تقلد فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. واشكركم مبروكه خاوه وما كاين عداوه مغاربه وجزائريين الى الملتقى ان شاء الله.